السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مشروب مع بعض. طبعا احنا عارفين ان الصيف بيحب المشروبات الباردة جدا، فهنعمل النهاردة كوكتيل مانجا. اللي بيحب المانجا يعشق الكوباية دي بشكل مش طبيعي. يلا بينا نحضرها مع بعض ونشوف عملناها ازاي. انا معايا هنا كده معايا موز ومعايا جوافة كانت عندي في الفريزر، ومعايا مانجا خام واخداها كده خام مش مضروبة يعني في الخلاط ولا عليها اي اضافات، ومعايا عصير مانجا. طبعا انتي ممكن لو عايزة تعملي كوكتيل في كذا نوع مفيش اي مشاكل. لو عندك تفاح، عندك اناناس، المتوفر عندك حطي. انا هنا هبتدي احط المانجا اللي هي الخام في الكوباية كده من تحت، وهبتدي انزل بجوافة وبالموز. ده بيبقى زي شبيه قوي بتاع العصارات، بس ده كمان افضل لان انت عاملاه في البيت وعارفه انت حاطه الفاكهه عامله ازاي. يعني يستحسن ان انت تعملي، لو عملتيه الصبح تسيبيه لحد بالليل في التلاجة، او تعمليه من بالليل وتسيبيه تاني يوم علشان يتشرب من بعضه. كده خلصنا، هنبتدي بقى نصب العصير. كده ده عصير مانجا، هنبتدي نكمل الكوبايه بيه. بس كده سهل جدا وبسيط ومبياخدش اي وقت. جربيه وباذن الله هيعجبك جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة ووصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.